هاي هقولك النهاردة على 10 حاجات تركزي عليهم لو انتي كنتي شخص وزنه مظبوط، وبعدين اتزحلق في اي حاجة بقى، جواز، شغل، دراسة، اي حاجة، لقى نفسه مرة واحدة مثلا اتنقل من وزن 50 او 60 كيلو ل90 او 100 كيلو زي ما بتحصل كتير، وبتحاولي بقى انك ترجعي وحاسة انك مش عارفة. فهقولك على 10 قواعد نفسية لو حطيتيهم في دماغك وانتي بتعملي الدايت، ايا كان الدايت نوعه ايه، ايا كان هتعمليه مع مين، ايا كان اي حاجة، هتعرفي انك تحافظي. عايزين نغير وعينا من فكرة ان احنا بنعمل دايت عشان نخس، لان احنا بنعمل دايت علشان نحافظ. التغيير ده هينقل كل حاجة. وهقولك على قاعدة قبل ال10، هي ان مفيش حاجة بتتحسن بنسبة 100%. يعني مش ان انا مثلا خلاص انا وصلت للجسم اللي انا عايزاه فانا خلاص كده بقيت في امان، لا، لو رجعتي تاكلي تاني هتتزحلقي تاني، هتلاقي نفسك زدتي في الوزن تاني. فمهم تعرفي ان كل حاجة ليها عناية. اول حاجه بقى معانا هي ان انتي ليكي حريه الاختيار انك تشوفي اللي انتي فيه ده على انه ميزه او على انه عيب. انا ممكن ابص عليه على ان هو ميزه ازاي؟ بان انا بكل بساطه اقول والله انا بقى عندي وعي كافي بايه الحاجات اللي بتخليني اتخن، ايه المواقف اللي بتحط فيها بتخليني احس ان انا مخنوقه فابدا اكل كتير. عارفين اللي هو كاني بينور في دماغي كده اشاره حمراء ان خدي بالك انت داخله على الزحليقه اللي لو رحت لها هترجعي وزنك عالي. فالوعي ده بيخليكي بعد كده ان شاء الله لما تخسي تعرفي تحافظي على نفسك. الناس اللي هي كانت مثلا خست مره واحده او ما كانتش مركزه قوي، دول اكتر ناس بتلاقيهم زادوا بعد كده. الناس اللي بتروح تعمل تكميم ما بيكونش عندها وعي بالحاجات اللي المفروض تمر بيها نفسيا عشان توصل للوزن اللي هي عايزاه، ترجع تزيد تاني. والموضوع ده بقى منتشر جدا دلوقتي، وهبقى اعمل لكم حلقه عن التكميم وليه الناس بتزيد مع التكميم بسرعه يعني. بس توتال لو انت حطيتي في دماغك ان انا في حاجه هتعلمها وفي حاجه لازم اركز عليها ان انا احافظ عليها، هتلاقي الموضوع عدى معاكي جدا. تاني حاجه اللي كنت لسه برضو بتكلم فيها مش هنطول فيها، هي ان صبرك على وصولك للنتيجه هيخليكي مؤهله انك تعرفي تحافظي عليها. ليه في ناس كتير قوي زي ما قلت بيخسوا بسرعه وبيرجعوا يتخنوا تاني؟ لان هم نفسيا وعقليا لسه مش مؤهلين ان هم يحافظوا على النتيجه. لسه هي مش مستوعبة المفروض ده اللايف ستايل بتاعها، المفروض الحركة أساسية، المفروض ان في حاجات كتيرة مالية حياتها، فالأكل مش حاجة. لسه الحاجات دي عشان نستوعبها بنحتاج وقت وبنحتاج مجهود. دي الحاجة اللي انت هتكتسبيها وانت ماشية في الدايت، ان انت شخصيتك وتفكيرك بيتغير. ماشي. تالت حاجة ان عارفين موضة اللي هو الشكل مش كل حاجة واحنا حابين نفسنا زي ما احنا، فلا يعني لا، الكلام ده فاكس خالص. احنا حابين نفسنا فاحنا هنحاول نتحسن. تمام. انت كل كيلو هتخسيه هتحسي ان انت ارتحتي اكتر وهتفتح لك فرص اكتر، مش عشان الناس، عشان انت نفسيا هتبقي واثقه في نفسك اكتر. كل كيلو هتخسيه هتلاقي مشاكل كتير قوي عندك قلت. ف يعني ما تعيشيش في جو ان خلاص انا راضيه بالمكتوب. رابع حاجه عكس اللي بتاعت دلوقتي، ناس كتير قوي 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 قوي، يعني حرفيا حوالي 99.9 من اللي بيتابعوا معايا بيقولوا لي ما في ناس بتخس من غير ما تعمل اي مجهود، هي ما بتتخنش اصلا، بتاكل اللي هي عايزاه ما بتتخنش. هو احنا ليه مش كده؟ اه تمام، انا معاكي جدا. وفي برضو ناس، في اطفال بيتولدوا عندهم مشاكل لا قدر الله مثلا جينيه عملت لهم مشاكل في القلب. في اطفال تاني بيتولدوا عندهم مشاكل بشكل تاني. في ناس شعرها اصفر وعينيها خضرا، وفي ناس طويله، وفي ناس قصيره. دي مش حاجه نتكلم فيها، ولا بيتكلم فيها هو شخص مش فاهم. مش هتعرفي تتغيري في حياتك غير اما تشوفي كده انا تكويني ازاي. انا ايمان مثلا تكويني ده شكلي، بتخن، مثلا عندي اي مشاكل، عندي اي حاجة، انا ده تكويني. فجزء من رضايا عن اسمتي وعن اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقهولي ان انا هحاول اتعايش مع ده واحسنه. بلس ان كمان النقطة اللي بعد كده، في ميزة عندك غير اللي عند الناس اللي ما بتتخنش، ان في الغالب الناس اللي بتكون اوفر ويت وبتلحق نفسها بتحمي نفسها من امراض كتير قوي. انا ياما جالي ناس رفيعين قوي كان عندها دهون على الكبد، كان عندها مقاومه انسولين ودخلت في سكر، حوارات كتيره جدا تكون كلها بسبب ان الشخصيه دي مثلا هي شايفه ان انا هاكل اللي انا عايزاه ومش هتخن. فانتي بسبب انك بتتخني تلاقي نفسك قادره تحافظي على صحتك اكتر. والنقطة كمان اللي بعد كده انك هيبقى عندك ان شاء الله لما تخستي شعور بالقوة، ان انا على فكرة يا جماعة انا ممكن اتخن بس انا ماسكة نفسي.
فاهمين؟ الشعور بالقوة ده بيتنقل لكل حاجة في حياتك، بيديكي ثقة في نفسك وفي انك تقدري تعملي اي حاجة انت عايزاها بشكل غريب. تمام، ماشي. النقطة الأهم واللي أنا دايما بتكلم فيها واللي بتحصل معايا أنا شخصيا يا جماعة، الفراغ. لو انت عندك وقت فاضي انت كده رايحة في داهية حرفيا. يعني ما تخليش عندك وقت فاضي، خليكي على طول وراكي حاجات بتعمليها، وراكي أهداف، وراكي حاجة بتتطوري فيها. أنا كان معايا عميلة كانت جاية ما فيش هدف خالص. قعدت اقول لها انت لازم تشوفي هدف. في جلسات الهيلث كوتشنج اللي بعملها انت لازم تشوفي هدف، لازم يبقى في حاجه في حياتك هي اللي بتحركك، ما ينفعش تبقي بتقومي من النوم من غير اي حاجه. حبت الوصفات الصحيه اللي كنت ببعتها لها، بقت بتعملها بشكل حلو، وبعدين بدات تعمل فيديوهات على يوتيوب للوصفات الصحيه، وبعدين عملت براند اكل صحي. هي خست حاليا خالص، وانا واثقه ان هي مش هتتخن تاني لان هي خلاص ملت وقتها. فده اللي احنا قاصدينه، لازم يكون عندك حاجه. ومش شرط على فكره، في ناس كتير قوي بتكون بتشتغل بس انا بروح الشغل مش في دماغي اتطور، مش في دماغي اعمل حاجه، مش يعني فاهمين اللي هو بروح الشغل اعمل الحاجات الروتينيه وامشي. لا، ما ينفعش. لازم تبقي حاطه تطورك وانك تنجحي في اي حاجه، ان شاء الله حتى في البيت. يعني ان شاء الله ان انت تفتكسي كده طريقه جديده للترويق تخليك الحياه اي حاجه. ما ينفعش تبقي قاعده مش في دماغك اي حاجه كده. ما ينفعش يعدي يوم علينا من غير ما نحس ان احنا بنتطور في حاجه او في حاجه جديده بتحصل في حياتنا. ليه بقى؟ لان احنا بناكل اساسا عشان ناخد الدوبامين. فانتي لما تبقى في حاجه شغلاكي مع الدايت، مره في التانية في التالتة كل حاجه حلوه بتعمليها بيبدا يتفرز هرمونات السعاده بتاعتك، تخليكي مع الوقت دماغك تتاقلم ان السعاده مش بتجيلها من الاكل. في مصادر تانية كتير للسعاده، زي ان انت تنجحي في حاجه انت حطاها او كده. النقطه اللي بعد كده، الرياضه يا جماعه ضرورة جدا. مبدئيا هي هتعلي الكتلة العضلية بتاعتك، فلما الكتلة العضلية بتاعتك تزيد حرقك هيزيد. بالإضافة كمان لنفس النقطة اللي قلتها قبل كده، الرياضة بتفرز هرمونات السعادة اللي بتتفرز من الأكل، فمع الوقت دماغك هتتأقلم انك بتاخدي السعادة من الجيم. عشان كده بتلاقي ناس كتير قوي تقولك ايه، انا الجيم بالنسبة لي مش مكان تمرين وعضلات، انا الجيم بالنسبة لي حاجة لنفسيتي. دي حقيقي، ده هما مش بيكذبوا، هما مش بيدعوا، ده هي دي حقيقة فعلا. لان هرمونات السعادة اللي بتتفرز بعد ما بتقدري مثلا تكسري وزن جديد او تخلصي تمرينك وهو متعب، هرمونات السعادة دي طبيعي هتقلل عندك اساسا الرغبة الكبيرة في انك تاكلي حاجات مش صحية. النقطة اللي بعد كده مهمة جدا برضو، انك تبصي لقدام. خليكي كده عندك الطموح ده. في ناس بتيجي تتابع معايا من تاني اسبوع انا مش حاسه بفرق، انا مش هكمل. انت الخسران. يعني ما انت جسمك مش ما باظش في يوم وليله، انت جسمك باظ بعد مجهود كتير، بعد عك كتير، بعد حاجات كتير عملتيها، فاكيد مش هيرجع في يوم وليله. بصي لقدام. وده انا بقولها لك كشخص مجرب. ده انا دلوقتي بقيت احط هدف لنفسي، مش ان انا بخس دلوقتي او ان انا يبقى شكلي حلو دلوقتي، لا. انا عايزه وانا عندي 50-60 سنه كده يبقى شكلي شباب، تبقى صحتي حلوه، ما احسش ان انا ست كبيره وعجوزه. تمام؟ فانت متخيله مثلا انت حاطه، انت دلوقتي في العشرينات حاطه هدف ل50-60 سنه، انت اكيد هتعرفي تحافظي. اللي هيعرف يحافظ هو اللي هيشوف النتائج المبهره للاكل الصحي وللتمرين. اخر حاجه مهمه جدا، ان اقوى استثمار تعمليه في حياتك هو استثمارك في نفسك، واقوى استثمار تعمليه في نفسك هو اهتمامك بانك تكوني فت، لشكلك، لصحتك، لنفسيتك، لكل حاجه. واحنا كبنات موضوع الشكل، كل ما بتخسي كيلو فعلا بتلاقي نفسك حاجه ما كنتش عارفه تلبسيها بقيتي عارفه تلبسيها، وشك ملامحه بانت، الكلام ده كله والحاجات دي كلها بتاثر عليكي نفسيا جدا، فبتعلي ثقتك في نفسك وحبك لنفسك، فبتلاقي نفسك قادره تحققي حاجات كتير قوي في حياتك. الحاجات دي لو حطيتيها في دماغك بجد وركزتي عليها وانت بتعملي الدايت، ايا كان بقى نوع الدايت. انا كاخصائيه تغذيه في انواع دايت كتير وقصه كبيره، بس انا بهتم بالجانب النفسي، لان فكره ان احنا نخس 99.9% منها مرتبطه بالحاله النفسيه اكتر من الدايت. بس اتمنى يكون الفيديو فاتكم. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. اعملوا لي بقى لايك وفولو، لو في اي سؤال ابعتهولي، سيبولي في الكومنتات، عايزين تتابعوا ابعتولي ابعتلكوا التفاصيل. وبس كده، السلام عليكم.